اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض كفتة فراخ بصوص كريمي طعمه لذيذ قوي. بجد جربوا الوصفة دي هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. انا جبت كيلو من وراك الفراخ المخلية. دايما لما احب اعمل كفتة او برجر من الفراخ يفضل تستخدموا الوراك المخلية، بتدي نتيجة احلى بكتير، بتبقى اطرى وطعمها احلى. التوابل بتاعتنا هنحتاج ملح وفلفل اسود، بابريكا، ومعاهم شوية من الشطة لو تحبوا. كمان هنحتاج توم باودر، كزبرة ناشفة، شوية من بهارات الفراخ، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنحتاج معلقتين كبار من نشا الذرة، وكمان هنحتاج معلقة كبيرة من الخل. وكمان انا فرمت هنا بصلاية مع واحدة من الفلفل وفصين توم، وبعد كده في معلقة من السمنة عملت لهم كده، شوحتهم شوية علشان اخرج منهم اي سوائل. الطريقة دي بتتخلص من السوائل اللي في البصل، وكمان بتدي طعم كرملة حلوة للكفتة. او مش حابين تعملوا الخطوة دي، هتفرموا كل حاجة مع بعض وتعصروها كويس من المية، وتضيفوا بقى كل المكونات كده على الكفتة في الكبة، ونبتدي بقى نعجنها كويس. اهم حاجة واحنا بنفرم كفتة الفراخ ما تنعموهاش قوي علشان تبقى متماسكة، وكمان ما تبقاش مكتومة. معلقة من الزيت بقى، وابتدي اكور الكفتة الحجم اللي انتوا تحبوه، وممكن كمان تشيلوا جزء منها في الفريزر لو مش عايزين تسووا الكمية كلها. بعد ما خلصنا بقى تشكيل الكفتة، في نفس الحلة اللي كنا عاملين فيها البصل والفلفل حطينا معلقتين من الزيت، ونبتدي بقى نحمر الكفتة بتاعتنا على كل ناحية على قد ما نقدر. احنا بس عايزينها تاخد لون كده، لكن لسه الفراخ مش هتكون استوت تسوية كاملة. كل ما نخلص كمية بنطلعها كده على طبق لغاية ما نخلص بقية الكمية. ممكن كمان نفس عجينة الكفتة دي تعملوها في الفرن، تبقى حلوة قوي. بعد ما خلصنا بقى في الحلة بتاعتنا حطينا بصلاية صغيرة مفرومة ناعم مع فص ثوم. هنحتاج كوبايتين من شوربة الفراخ، نص كوباية من الكريمة، كمان معلقتين كبار من الدقيق، وفلفل اسود وبابريكا وشوية من الزعتر. هنحمر البصل بتاعنا مع فص الثوم شوية كده لغاية ما البصل يدبل. بعد كده هنحط الدقيق. لو ما عندكوش كريمة ممكن تبدلوها بلبن، بس هتزودوا معلقة من الدقيق. وبعد كده اول ما خلاص الدقيق بتاعنا اتحمر حطينا بقية المكونات كلها، واول ما ابتدت تغلي هنرجع الكفتة في الحلة علشان تستوي. نغطيها ونسيبها بقى تستوي على نار هادية عشان الكفتة تشرب من طعم الصوص وتستوي تبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. كفتة الفراخ بالطريقة وبالصوص ده بيبقى طعمها لذيذ قوي. ممكن تقدموها مع رز، ممكن كمان تقدموها مع مكرونة او نودلز. جربوها وقولولي رأيكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.